ازيكم عاملين ايه؟ النهارده لفتنا متعبة شوية. سافرنا حوالي 4 ساعات علشان نشوف حكاية الجنيه المصري واللي مرسوم عليه، وهنروح معبد ابو سمبل بقى ونشوف ايه حكايته مع الجنيه المصري. ويلا نجيب التيكت وندخل نتفرج. معبد ابو سمبل ليه مكانين، الموقع الاصلي والموقع اللي موجود عليه دلوقتي، واللي قدامنا دي بحيرة ناصر، وده موقع المعبد الاصلي. بس وقت بناء السد العالي سنة 1960 المعبد ده كان مهدد للغرق. قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع اليونسكو لإنقاذ المعبد ونقله لمكان أعلى من مستوى النهر، وفعلا بدأت عملية الإنقاذ بنجاح. وعملية إنقاذ المعبد كانت من العمليات اللي أشد تعقيدا، وتصنفت على إنها واحدة من أعظم الأعمال في الهندسة الأثرية في التاريخ. ويلا نروح المعبد في مكانه الجديد. معبد أبو سمبل كان للملك رمسيس الثاني، بناه سنة 1250 قبل الميلاد. والمعبد كان بيتكون من جزئين، المعبد الصغير والمعبد الكبير، واستمر بناء المعبد لمدة 20 سنة. الصورة اللي قدامكم دي مش بتفكركم بحاجة؟ انتوا تعرفوا اللي على الجنيه المصري هو معبد ابو سمبل؟ المعبد اتبنى في عهد رمسيس الثاني ذكرى انتصاره في معركة قادش. في دخلة المعبد هتلاقوا 4 تماثيل، 3 منهم سلام، والتمثال الرابع هتلاقوا راسه واقع على الارض. ده بسبب زلزال حصل قبل كده في المعبد القديم، ولما نقلوا المعبد لمكانه الجديد حافظوا على شكل المعبد زي ما هو بالظبط، فسابوا التمثال زي ما هو راسه واقع على الارض زي ما انتوا شايفين. احنا دلوقتي في مدخل معبد ابو سمبل، والصالة دي اول صالة فيها 8 تماثيل لرمسيس الثاني، كل تمثال منهم عليه تاج مختلف عن التاني بيرمز للشمال والجنوب. بعد كده ندخل على الصالة التانية وهي صالة التجلي. جدران المعبد مرسوم عليها معركة قادش، ودي المعركة اللي بنى رمسيس الثاني المعبد علشان انتصر فيها. ندخل على آخر صالة هي صالة قدس الأقداس، دي موجود فيها 4 تماثيل، 1 حورس، 2 رمسيس الثاني، 3 آمون، 4 الإله بتاعه ودي راسه متدمرة تماما. تعالوا نتكلم على ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل. الظاهرة بتبدأ إمتى؟ بتبدأ لما أشعة الشمس تدخل من فتحة صغيرة من الجدار الأمامي للمعبد لمسافة 200 متر لحد ما توصل للمنصة اللي احنا موجودين قدامها دلوقتي، عليها تمثال رمسيس الثاني. بتستقر على 3 تماثيل بس. التمثال اللي عليه سيركل ده تمثال الإله بتاعه. الشمس مش بتتعامد عليه لأنه معروف عند القدماء المصريين باسم إله الظلام والعالم السفلي. بتحصل ظاهرة التعامد على المعبد الكبير مرتين في السنة، يوم 22 أكتوبر و 22 فبراير. الشمس بتتعامد على تمثال رمسيس الثاني في اليومين دول بالذات، لأن اليومين دول يوم منهم اتولد فيه ويوم منهم تم تتويجه ملك للبلاد. عايزه اقول لكم كمان لما كان المعبد في المكان الاصلي اللي وريته لكم في اول الفيديو، برضو ظاهره التعامد الشمس كانت موجوده، بس في يوم 21 اكتوبر و21 فبراير. وظاهره التعامد دي بتبرز تقدم المصري القديم في علم الفلك. المناظر الموجوده في صاله قدس الاقداس هي مناظر تقديم القرابين وحرق البخور للالهه المختلفه. ودلوقتي احنا بره المعبد، المكان ده بيعملوا فيه صوت وضوء، وبيكون قدامك المعبدين، المعبد الصغير والمعبد الكبير. يلا نروح المعبد الصغير. المعبد الصغير كان مخصص للإله حتحور اللي بتمثله نفرتاري زوجة رمسيس الثاني الأكثر حبا لقلب. واجهة المعبد هنا فيها 6 تماثيل ضخمة متساوية يعني في الحجم، بتمثل الملك والملكة. يلا بينا ندخل معبد نفرتاري. الجدران الداخلية للمعبد فيها مجموعة من المناظر اللي صورت الملكة تتعبد للآلهة المختلفة، يا إما مع الملك يا إما منفردة بس. هتلاقوا هنا تمثال نفرتاري بس متدمر، كان مطلي بالذهب بس تم نزع الذهب منه في عصر الرومان. في حاجة مهمة أنا عايزاكم تعرفوها، وانت داخل المعبد مش هتلاقي أي آثار لعمليات التغطية اللي تمت أثناء نقل معبد أبو سمبل. عملية النقل تمت باحترافية وما سابوش أي آثار. معبد أبو سمبل بقاله أكتر من 3200 سنة بس زي ما هو، حتى بعد ما نقلوه حافظوا على الشكل زي ما هو بالظبط. وبكده انتهت لفتنا اللي عملناها في معبد أبو سمبل. يلا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وسيب لي كومنت يفرحني، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.